وما أجمل عودة الابن الضال مع أعظم تاني كوباية نسكافيه في الكوكب بعد الكوباية اللي هتعملها زوجات المستقبلية إن شاء الله. سلسلة فيديوهات الميثولوجيا النوردية بدأناها يوم 26 مايو سنة 2023، وبعد مرور سنة كاملة تقريبا أو سنة وكم يوم يعني على حسب ما منتج الفيديو ونزله، فقد حان الوقت رسميا لإنهاء سلسلة فيديوهات الميثولوجيا النوردية. أيوة، دي النهاية بتاعت السلسلة، عشان في الفيديو ده أنا هحكي لك تايم لاين الميثولوجيا النوردية كلها من البداية للنهاية، من نشأة الكون لحد راجناروك. وانا هحط الفيديوهات القديمه اللي انا صورتها قبل كده عشان في الجو الحر ده مفيش طاقه ولا مجهود ان انا اعيد تصوير الفيديوهات دي كلها من اول وجديد، بس برضه في النهايه مجهود يشكر مني. اهم حاجه يعني لازم اشكر نفسي. مساء الخير، معاك فارس علي من اف اي شو، وده فيديو ميثولوجيا جديد. وكالعاده حضر كوبايه النسكافيه المتينه بتاعتك، ثواني اجيبها. صح، عشان موضوع النسكافيه ده كوفي بريك، نسكافيه مصري. واحنا عموما اي مشروب قهوه بالكريمه او نوعيه المشروبات دي عموما بنقول عليها نسكافيه، هي ملهاش علاقه بشركه نسكافيه المقاطعه. هو اي نعم المشروب ده ما يتشربش بس برضه ده مش مقاطعه. المهم يعني حضر كوبايه النسكافيه المتينه بتاعتك ويلا بينا نبدا، بس بعد ما نسمع ضحكه عمنا برو. طيب، الميثولوجيا النوردية مختلفة شوية في الحتة دي، تقدر تقول كده مميزة أكتر، مميزة في قصة النشأة ودوافع وعمق قصة النشأة بتاعتهم. قصة نشأة الكون في الميثولوجيا النوردية ليها خبايا في الباطن مهمة جدا، بس قبل ما نروح للخبايا دي تعال نروح الأول لقصة نشأة الكون في الميثولوجيا النوردية. أظن أنت حضرت معايا قصص نشأة الكون كتير وعارف إن البداية بيبقى فيها حاجة من الاتنين، يا فوضى بدائية كايوس، يا مياه بدائية أو مية بدائية. قصص كتير كلهم بيبدأوا بحاجة من الاتنين دول، بس الميثولوجيا النوردية عندنا في البداية خالص 3 حاجات أو 3 أماكن: جنونجاجاب، فراغ كبير مظلم بيفصل بين عالمين او مكانين، نيفلهايم وموسفلهايم. نيفلهايم هو عبارة عن عالم جليدي، وموسفلهايم هو عبارة عن عالم ناري، وبس مفيش اي حاجة تاني. الكون كله هما ال3 حاجات دول بس لمدة كبيرة من الزمن. ايه اللي حصل بقى بعد كده عشان يؤدي لتغييرات؟ شوية حرارة او نار او شرارة من موسفلهايم تتسرب وتروح لجنونجاجاب، وفي نفس الوقت شوية تلج من نيفلهايم يتسربوا ويروحوا لجنونجاجاب برضه. والحرارة لما بتوصل للجليد اللي بيحصل، الجليد بيسيح، يبتدي الجليد يسيح وينزل منه قطرات، تبتدي القطرات دي تتشكل ويظهر لنا يمير او يمير. لا مش دي، احنا قصدنا على ده، اول عملاق وابو فصيل العمالقة كلهم. بص، انا بتكلم هنا عن يمير بصيغة المذكر، بس هو مش مذكر ولا مؤنث برضه. يمر كده تقدر تعتبره ميكس الاتنين في بعض. هو شخص قادر انه يتكاثر ذاتيا. المهم يعني يمر وهو نايم يولد عدد من العمالقة، ويبقى دول اول سلالة العمالقة اللي اسمهم اليوتنز. بس مش اول سلالة موجودة في الميثولوجيا النوردية، لا يا معلم، في حد تاني موجود قبل دول بكتير، تحديدا في موسفلهايم العالم الناري. في شخص موجود هناك ومفيش حد غيره قادر يستحمل حرارة موسفلهايم. الشخص ده قاعد ومستني اللحظة المناسبة، اللحظة اللي هيتدخل فيها في عالم الميثولوجيا النوردية. والشخص ده هو سورتر العملاق الناري. سورتر تحديدا هنحتاجه في جزء مهم جدا معنا قدام في سلسلة الفيديوهات اللي جاية، بس هنسيبه دلوقتي ونرجع نكمل قصتنا. مع استمرار ذوبان الجليد بسبب الحرارة يظهر لنا بقرة اسمها يودوملا. بدأت البقرة دي الحليب بتاعها يبقى غذاء يمر والسلالة بتاعته، وبدورها البقرة دي تتغذى على الملح اللي موجود في التلج. ومع استمرار تغذي يودوملا على التلج ابتدى يكتشف لنا ان في شخص موجود في التلج ده، شخص متجمد في الجليد اللي اتسرب من نيفلهايم. اول يوم بان فيه شعر الشخص ده، وتاني يوم مع استمرار يودوملا في لحس الجليد ابتدت تظهر راس الشخص ده، وفي اليوم الثالث ظهر الشخص بشكل كامل، والشخص ده هو الحاج بور، اول شخص من الايسير. من الايسير دول هم سلالة من الالهة النوردية اللي منهم اودين وثور. المهم يعني بوري بعد كده خلف لنا شخص اسمه بور. اهو بور ده بقى بداية القصة اللي هتيجي دي كلها. بور ده كان من الايسير، راح اتجوز واحدة اسمها بيستلا، واحدة من اليوتنز العمالقة، وخلف منها 3 ولاد. ال3 ولاد دول عندهم قوة، نصف عمالقة ونصف ايسير.
اشخاص عندهم مميزات وقوة الاتنين مع بعض. مين هم الثلاث ولاد دول بقى؟ فيلي وفي، والتالت هو اودين. كبير الليلة دي كلها، وكل ده كان في البداية خالص قبل ظهور أي حاجة. ما كانش فيه غير نيفلهايم وموسفلهايم وجنونججال، لا في أرض بقى ولا زرع ولا أي حاجة. كانت وسيلة الغذاء الوحيدة ليهم هو حليب يودوملا. عدت فترة زمنية كويسة والناس دي متقبلة عيشتهم مع بعض، بس مش متقبلين قوي يعني. في حاجة هنا مضايقة ولاد بور التلاتة، وهي سرعة تكاثر العمالقة. بيتكاثروا بسرعة كبيرة جدا، وأعدادهم بقت أضعاف أعداد الأيسير، ونسبة شربهم من حليب يودوملا أكبر بكتير من الأيسير. ودي المشكلة اللي كانت بتواجه الإخوات التلاتة. اجتمع أودين وإخواته وابتدوا يفكروا في حل للموضوع ده، واستقروا في الآخر على قتل ييمر. دخلوا في معركة ضد ييمر. امتى بالظبط المعركة دي؟ وقت ما كان كل العمالقة نايمين عشان ما حدش يتدخل في معركتهم ضد ييمر. المهم انتهت المعركة دي بموت ييمر. الدم اللي خرج من جسم ييمر بقى فيضان كبير جدا، دمر كل العمالقة باستثناء 2 من العمالقة. هربوا من الفيضان ده وبدأوا نسل العمالقة من جديد، والاتنين دول هما بيرجلمير وزوجته. وبعد موت ييمر بدأ أودين واخواته يشكلوا العالم من جسم ييمر. خدوا جسم ييمر وراحوا بيه لمنتصف جنونججاب، وبدأوا يكونوا العالم في المكان ده. عملوا الأرض من لحمه، والجبال من عظمه السليم، ومن سنانه وعظمه المكسور عملوا الصخور والحجرة والمعادن والكلام ده كله، ومن دمه عملوا البحار والمحيطات، ومن جمجمة ييمر عملوا السماء وفردوها عشان تغطي العالم كله، ومن براغية جسم ييمر عملوا الأقزام والحيوانات. وبعد كده ادوا مهمة ل4 أقزام يشيلوا السما دي عشان ما تقعش، وسموا الأقزام ال4 دول شرق وغرب وشمال وجنوب. وبعد كده خدوا شرارة من موسفلهايم وعملوا بيها الشمس والنجوم، وحطوا كل نجم في مكانه. بعض النجوم دي كانت ثابتة في مكانها، والبعض الآخر كان ليه مسار معين بيتحرك فيه. ومن شعر ييمر عملوا النباتات، وهنا اتكون الارض في الميثولوجيا النورديه. بس في نقطه هنا، الارض في الميثولوجيا النورديه هي عباره عن دايره بيحدها الميه من كل الاتجاهات. في مساحه متحدده من الارض دي واخدينها العمالقه او اليوتنز. حدد اودين واخواته مساحات الارض دي وادوا بعضها للعمالقه، وسموا مكان العمالقه ده بيوتنهايم. وفي يوم من الايام كان اودين واخواته بيتمشوا في الارض اللي ابتدت تبقى فيها نباتات واشجار. شافوا شجرتين واقعين وجذورهم متشاله من الارض. خد اودين الشجرتين دول وبدا يشكلهم كراجل وامراه، وبعد كده اداهم الحياه. وفيلي اداهم الذكاء والعاطفه، وفي اداهم الحواس، السمع والبصر والكلام ده كله، وسموهم اسك وامبلا. دول كانوا اول البشر، ونسل البشر بعد كده هيبقى منهم. المهم ادوهم مكان في الارض وسموا المكان ده باسم ميدجار. نسيت اقول لك ان البشر في خطر عليهم من اليوتنز العمالقه اللي هيحاولوا ينتقموا من اي حاجه عملها اودين واخواته بسبب قتلهم لييمر. هنا اودين واخواته لما حسوا بالخطر ده عملوا سور حوالين عالم البشر عشان يحميهم من هجوم العمالقه عليهم. في قصص تانية كده لحاجات من مظاهر الكون هنشرحها وعايزك تركز فيها شويه. واحد من العمالقه اللي كانوا بيعيشوا في يوتنهايم كان اسمه نارفي. نارفي كان عنده بنت اسمها نايت. البنت دي كانت عينيها مظلمه وشعرها اسود غامق. المهم ان البنت دي اتجوزت 3 مرات وخلفت 3 عيال. اللي احنا عايزينه منهم هو ابنها الثالث اللي كان اسمه داي. هم عموما ما اسمهمش نايت وداي، هم اساميهم اسامي شماليه انا مش عارف انطقها، بس معناها يعني نايت وداي. ماشي. المهم ان ابنها داي ده كان ابيض ومشرق وجميل، فيقوم الحاج اودين ياخد نايت وداي ويقعدهم في عربيات بيجرها خيل، وبقوا يجروا بالعربيات دول في السماء، وبقوا نايت الليل وداي النهار. ومش دي القصه الوحيده، في قصة تانية برضو متشابهة معاها. شخص اسمه موندلفاري كان بيعيش في ميدجار، وكان عنده ولد وبنت جمال جدا، جمال بشكل مش طبيعي. البنت كان اسمها صن والولد كان اسمه مون، ودول برضو اسامي تانية شمالية مش عارف انطقها. ماشي، بس برضو معناهم نفس الكلمتين دول. مهم صن ومون، الشمس والقمر. بس احنا كان عندنا شمس وقمر اوريدي، هم عملوهم من الشراره بتاعت موسفلهايم. بس ده مش جانب القصه. الجانب المهم من القصه دي ان موندلفاري نفسه كان شايف ان عياله دول اجمل من الشمس والقمر الاصليين بكتير، والكلام ده ما عجبش اودين وباقي شلته من الايسير، فخدوا الطفلين دول وعاقبوهم، اجبروهم انهم يسوقوا عربات الشمس والقمر. بس مش ده العقاب، الشمس والقمر دول كان بيطاردهم ذئبين ضخام جدا، هاتي
هاتي وسكول. دايما الذئبين دول بيجروا وراهم عشان ياكلوهم، وده عقابهم من اودن. سكول بيجري ورا الشمس وعايز ياكلها او يبلعها، وهاتي بيجري ورا القمر اللي في النهايه كده كده الاتنين هيتبلعوا في الاخر. المهم ان هنا اودن واخواته شكلوا العالم بكل المظاهر بتاعته، وهنا انتهى اودن واخواته من صنع العالم وبداوا يصنعوا عالم تاني ليهم هم يعيشوا فيه. العالم بتاعهم كان اسمه اسجارد، وكان العالم ده فوق ميدجارد بالظبط، وكان الرابط بين العالمين هو جسر اسمه ثواني احنا كده محتاجين نشرح العوالم التسعه بتاعت الميثولوجيا النورديه كده وده لانها مهمه جدا، بس في جزء مهم لازم يتشرح قبل العوالم التسعه، وهو مغزى القصه دي، مغزى قصه نشأة الكون في الميثولوجيا النورديه. القصه دي مش عبثيه كده 3 قتلوا عملاق وعملوا من جسمه العالم، لا يا معلم، القصه دي فيها عمق عن كده. اظن انت عارف مفهوم الفوضى البدائيه، وبقيت الناس كفايه قربت تخلص. الفوضى اللي فيها امكانيات غير محدوده بس مش متشكله صح، وبعد ما تتشكل صح يبتدي يظهر العالم. في الميثولوجيا النورديه بقى يمير والفوضى البدائيه هما وجهين لعمله واحده. يمر هو تجسيد الفوضى البدائيه اللي قبل الخلق، شخص بامكانيات كبيره جدا لازم يتم اعاده تشكيله بشكل صحيح. وخلينا نقول ان ده دور العمالقه بشكل عام، مش يمر بس. العمالقه في الميثولوجيا النورديه هم قوه الفوضى اللي بتهدد في افساد النظام اللي عمله اودن والايسير. وفي نهايه المطاف العمالقه اوريدي هم اللي هينهوا العالم بتاع الميثولوجيا النورديه، او هينهوا النظام ده في معركه راجناروك. بس خلينا نتكلم عن نقطه ثانيه برضو في قصه الخلق دي. هي القصه دي متوجهه لمين؟ مين الشعوب اللي القصه دي عندهم؟ القبائل الجرمانيه اللي منهم بالظبط الفايكنج، اللي معروفين بحبهم للمعارك والحروب. عندنا العيال الايام دي تصحى تقول لك انا عملت سكين كير، ده بيصحى يقول انا بفكر اقتل ناس كتير. خدت بالك من الرايم هنا؟ سكين كير، اقتل ناس كتير، بطبق على فيديوهات معتم بقى لي فتره، شاوت اوت لمعتم. المهم مش مفاجأة بالنسبة لأي حد إن بداية قصة نشأة الكون عند شعوب الفايكنج تبقى هي معركة أو حرب بين أودن وإخواته ضد يمير. ومش المعركة دي بس، لا، يمير نفسه اتولد بسبب صراع بين الحرارة والتلج اللي خرجوا من نيفلهايم وموسفلهايم. صراع الحرب والقتل اوريدي موجود عند الشعوب دي من البداية، فمش غريب نهائي ان قصة بداية الخلق عندهم تبقى صراع وقتل، وهتستمر الحياة برضو بعد قصة الخلق صراع وقتل لحد راجناروك. بس خليني اقول لك حاجه، العمالقه مش مجرد قوه فساد ودمار، لا، القصه دي ممكن تتاخد من نظره تانية خالص. الايسير هم اوريدي طمعانين في الموارد اللي مش من عندهم اصلا، طمعانين في مكونات جسم يمير او العمالقه، فيقرروا ان هم يقتلوا العمالقه او يمير ويستولوا على موارد جسمه ويطوعوها لمصلحتهم عشان يبقوا هم الراس العليا في القصه دي مش العمالقه. اظن اننا لو بصينا للقصه من الجانب ده فممكن يكونوا الايسير هم جانب الشر في القصه مش اليوتنز العمالقه. بس نرجع لمرجوعنا في القصه الاصلي، وهو النظام. ليه يمير كان بيتقاصر ذاتيا؟ عشان مفيش نظام، مفيش تنويع، مفيش ذكر وانثى، فده كان دور الايسير، يخلقوا الاختلاف والنظام. في قصص كتير استخدمت نفس الفكره دي برضو عن كيان بيتقاصر ذاتيا عشان تبين برضو النقطه دي، نقطة الاختلاف والنظام. وكان من وجهة نظرهم الاختلاف والنظام ده مش هيجي غير بمعركة. حتى بعد نشأة الكون حب الفايكنج للمعارك والصراع بيفضل مستمر، لان ده كان النهج بتاعهم في الحياة اصلا. احنا لازم نخش في صراع او معارك او حروب عشان نقدر نعمل انجازات كتير بعد كده، وبالنسبة لهم ما كانش في حاجة هتيجي بالساهل، لازم تمر بحرب او معركة. حتى موتهم كان معتمد على حرب ومعركة. فالهالا اللي هو مفهوم الجنة عندهم ما بيدخلهاش غير المحاربين اللي ماتوا بإنجازات عظيمة في الحروب والمعارك، فده جزء برضو بيدلك على أهمية المعارك عند الشعوب دي. حتى الحياة نفسها ممكن تعتبرها صراع كبير بين أسلوب الأيسير وأسلوب العمالقة، في صفات من هنا وصفات من هنا، والبشر محشورين في النص بين اتباع اسلوب من الاتنين، اتباع الصلاح او النظام او اتباع الدمار والفساد. التأثير الاول من الايسير والتأثير التاني من العمالقة، وكل دول جوه البشر نفسهم وبيأثروا عليهم، وهيفضل الصراع ده مستمر لحد راجناروك، معركة نهاية العالم. طيب يا سيدي، الكون في الميثولوجيا النوردية هو كون مختلف نهائي عن أي ميثولوجيا تانية في الحقيقة، وده شيء ما أقدرش أنكره. الكون هناك كرياتيف الصراحة، في جماعة كفار ولاد كلب قعدوا شوية حلوين يفكروا عشان يعملوا كون مختلف عن الميثولوجيات التانية، وده لأنهم قسموا الكون هناك ل9 عوالم، كل عالم من دول مختلف في شكله وصفاته وسكانه.
عن العالم التاني، والتسع عوالم دول موجودين على شجرة ضخمة جدا هي مركز الكون كله، والشجرة دي اسمها إيجدراسل. والتسع عوالم الموجودين في الشجرة دي أسجارد وميدجارد وألفهايم ويوتنهايم وموسفلهايم والنيفلهايم ونيدفيلر أو المسمى التاني بتاعه سفيرتلهايم وهيل. دول العوالم التسعة المعروفة. بس خليني أقول لك إن الكلام ده كله غلط، أو صح بس بمنطق الميثولوجيا النوردية الحديثة. الميثولوجيا النوردية اللي اتكتبت عن طريق الكهنة المسيحيين اللي كانوا وصلوا وقتها للشعوب الاسكندنافية وأعادوا كتابة الميثولوجيا بالشكل المعروف حاليا. بص تعال اديلك مثال. هيل عالم الأموات. في علماء كتير بيقولوا إن هيل ما كانش موجود في الميثولوجيا النوردية، وإن العالم ده اتضاف بعد كده بسبب المسيحيين اللي أعادوا كتابة الميثولوجيا النوردية، واللي أهمهم هو سنوري اللي أعاد كتابة جزء كبير جدا من الميثولوجيا النوردية اللي الأصل بتاعها ما كانش فيه هيلهايم نهائي. ومفهوم العالم اللي بتعيش فيه الأموات ده أصلا هو مفهوم مسيحي بالكامل، ما كانش موجود في الدين الأصلي للشعوب النوردية. بس المهم يعني من الكلام اللي أنا بقوله لك ده كله إن عندنا عالمين نيدفيلر وسفيرتلهايم. دول كانوا عالمين مختلفين عن بعض، بس فيما بعد اندمجوا وبقوا عالم واحد واتضاف بعديهم هيل. كده هشرحهم لك واحنا بنكمل الفيديو، فيلا بينا نخش على الشرح على طول. إيجدراسل شجرة العوالم التسعة أو حصان أودين، وده المسمى المعروف ليها. ليه اتسمت كده؟ بص يا سيدي، كلنا عارفين حب اودين للقوه والمعرفه والحكمه والليله دي كلها، وغالبا معظم اللي بيتفرجوا عليا هم بيشوفوا مانجا ومانها وكوميكس والكلام ده كله، وعارفين كويس ايه هي الحروف الرونيه الرونز. الحاج اودين بقى عشان يتعلم الحروف الرونيه شنق نفسه على قمه إيجدراسل، فعشان كده اتسمت الشجره بحصان اودين، لان اودين كان مشنوق فوقيها. ولو خدناها من التشكيل التمثيلي فاودين كان راكبها، فهو فوق وهي تحت كمشهد تمثيلي ان شخص راكب حصان، فاتسمت حصان اودين بسبب كده. المهم على قمه الشجره دي بيعيش نسر، واخر نقطه في الشجره بيعيش تنين اسمه النايهوج. التنين ده بياكل جذوع الشجره من تحت. ليه بيعمل كده؟ عشان هيجي وقت من كتر اكل جذوع الشجره دي هتتهز، والهزه دي هي علامه بدايه راجناروك، معركة نهاية العالم. المهم القمة فيها نسر والقاع فيه تنين، في سنجاب بقى في النص بيطلع وينزل ينقل الشتايم بين التنين والنسر لبعض، لان الاتنين ما كانوش طايقين بعض. طبيعي اول عالم هنبدأ بيه هو أسجارد، موطن الايسير كبار الميثولوجيا النورديه، وفي ناس تانية غير الايسير بيعيشوا في أسجارد برضو، منهم لوكي والفانير والكلام ده كله. بس المهم ان العالم ده هو في قمة شجرة العوالم التسعة، وده تقدر تعتبره كده مقر الرئاسة في الميثولوجيا النوردية. المكان نفسه هو عبارة عن عالم مبني بالذهب أو الفضة، وبيتم تقسيم العالم ده ل 12 منطقة، أو تقدر تعتبرهم 12 قلعة، بيقيم في كل قلعة منهم واحد من كبار الأيسير. بس أهم قلعة فيهم وأهم قلعة عموما في الميثولوجيا النوردية كلها هي قلعة فالهالا، قصر اودين، وهي نفسها المكان اللي بيتم استقبال فيه المحاربين اللي ماتوا بشرف في المعركة. الموضوع ده بص يا سيدي، في المعتقدات النوردية في طريقين للموت، موت عادي اذا كان بمرض او شيخوخة او اي حاجة، وده هيروح لهيل او هيلهايم، والطريق التاني هي الناس اللي بتموت بعد ما تعمل انجازات حربية كبيرة او تموت في معركة، ودول هيروحوا فالهالا قلعة اودين، وهناك هيقضوا حياتهم احتفالات وشرب في قاعة فالهالا لحد معركة راجناروك. وقتها كل الناس دول هيبقوا جنود اودين في المعركة ضد لوكي والعمالقة. وعالم أسجارد هو عالم بيحيط بيه اسوار قوية جدا عشان تحمي أسجارد، بس الاسوار دي مش مكتملة وهنحكي قصتها في فيديو من فيديوهات السلسلة. المهم يعني ان الاسوار دي كانت معمولة عشان تحمي عالم أسجارد في معركة راجناروك. اوهام وفي عالم أسجارد في جسر بيفروس او جسر قوس قزح، وده قوس قزح الطبيعي ابن الحلال بتاعنا غير اللي طالعين بيه الايام دي. الجسر ده هو بيربط بين أسجارد وميدجارد عالم البشر. ميدجارد هو العالم اللي بيسكنه البشر، وهو عبارة عن عالم دائري بتحضه المية من كل الاتجاهات، وبيعيش في المية دي تعبان العالم يورمنجندر ابن لوكي، واللي هنحكي قصته برضه في باقي فيديوهات السلسلة، وإيجر وران، ودول كانوا بيمثلوا البحر، وعندهم 9 بنات كانوا بيمثلوا الامواج اللي بيموتوا البحاره. والعالم ده بيحوطوا اسوار كبيره جدا عشان تحمي البشر من العمالقه. بس هو ليه العالم ده اتسمى بميدجارد اصلا؟ بص يا معلم، في مفهوم جرماني قديم اسمه اننجارد ونقيضه يوتناجارد. المفهوم الاول هو المنظم اللي بيحترم القوانين واللي فيه تحضر، والمفهوم الثاني يوتناجارد هو النقيض تماما، فوضى دائمه، شر وجرايم والكلام ده كله. ايه هو تمثيل اننجارد؟ المفهوم الاول
أسجارد، عالم الايسير. أسجارد بالنسبة لهم هو التمثيل المثالي للمفهوم ده، وعلى النقيض تماما يوتنهايم عالم العمالقة هو المثال لليوتناجار، عالم الشر والكره والحقد والمعارك. ليه بقى عالم البشر اتسمى بميدجارد؟ لأن فيه ده وده، هو عالم وسطي بين الاثنين، وفي نفس الوقت دلالة على مكان العالم نفسه. هو مكان تحت أسجارد عالم الأيسير، وفوق هيلهايم عالم الأموات، فهو عالم في النص بينهم، وعشان كده بقى ميدجارد. وفي الآخر يعني الفكرتين بيوصفوا ميدجارد إنه مكان وسطي في الجغرافيا ووسطي في الصفات. وبس نرجع تاني نكمل، نروح بعد كده ليوتنهايم، أرض العمالقة، ومش اي عمالقة، لا، نسل يمير. المكان اللي بيتوصف على انه كله غابات كبيرة جدا ومليان بقمم الجبال، والشتاء هناك مش بينتهي، وهو عالم بدائي فوضوي ومكان لاستخدام السحر والقوة. ولوكي هو واحد من العمالقة دول، وكان موجود في المكان ده قبل ما يروح لأسجارد. وكان بيتحكي ان احسن لك تتجنب انك تروح ليوتنهايم بسبب المشاكل الكتير اللي هتحصل لك هناك، بس اودين كان بيسافر هناك كتير، وده بسبب تواجد ميمير هناك. ولو انت مش فاهم قصة ميمير وتواجده عموما، فهسيب لك فيديو حرب الايسير والفانير، مش عارف يطلع هنا ولا هنا عشان الفيديو بيبقى معكوس، وده الفيديو اللي شرحت فيه الليلة دي كلها ومنها قصة ميمير. وعلى ذكر حرب الايسير والفانير، صح، فاحنا عندنا عالم تاني وهو عالم فانهايم، عالم الفانير، ارض الفانير اللي هم الفئة التانية من المعبودات النوردية. والفانير تحديدا هم بيميلوا اكتر للخصوبة والطبيعة والنباتات والسحر، والعالم نفسه بتاعهم كان بيمثلهم نوعا ما، عالم مليان بالنباتات والطبيعة المشرقة، وتحسوا عالم سحري كده. والفانير تحديدا كانوا مرتبطين بالمزارعين بسبب ارتباطهم بالنباتات والشمس والمطر والخصوبة بشكل عام. عندنا بعد كده عالمين كانوا موجودين في البداية خالص، نيفلهايم وموسفلهايم، واللي كانوا موجودين من بداية الكون في الميثولوجيا النوردية أصلا، وكانوا هم أساس تشكيل الكون. العالم الجليدي بالكامل نيفلهايم اللي عبارة عن ظلام أبدي وضباب في كل مكان، والعالم الناري بالكامل موسفلهايم. والعالم ده تحديدا مهم جدا لأن العالم ده مساهم في خلق الكون، وفي نفس الوقت هو اللي هيدمر الكون، لأن ده العالم اللي فيه العملاق سورتر، العملاق الناري اللي هيجي في نهاية معركة راجناروك ويدمر العالم ويقتل كل اللي موجودين في الميثولوجيا النوردية، باستثناء كام واحد كده هنبقى نشرحهم في فيديو راجناروك. عندنا بعد كده إلفهايم، عالم الجان، وهي فئة تقدر تعتبرها كده ديميجاد في الميثولوجيا النوردية، أنصاف، الكلمة اللي احنا مش عايزين نقولها أنا وأنت مش عايز نقولها وأنا نفسي مش عايز أقولها والكلام ده كله، هم تقدر تعتبرهم كده انصافهم. والالف عموما بيتوصفوا بانهم كائنات جميله جدا ومضيئه، لدرجه انهم بيقولوا انهم اجمل من الشمس نفسها. بس عالم الالف نفسه ما تمش وصفه في الميثولوجيا النورديه، بس الاعتقاد الاكبر انه عالم مشرق ومضيء بسبب سكانه نفسهم. والعالم ده اللي بيحكمه هو فري من الفانير، وعلاقه فري بالالف ما تسالنيش عشان ما اعرفش ومحدش يعرف اصلا. تمام، نروح بقى لنقطه مهمه. انا في اول الفيديو خالص قلت لك ان هيل هو عالم اتضاف للميثولوجيا النورديه بسبب نيدفيلر وسفارتلهايم. واخد بالك، هي مش عبث، انا راسم كل كلمه بعملها في الفيديو، الترانزيشن اللي حصل ده انا مرتبه من قبل ما اصور الفيديو اصلا. المهم يعني المصادر النورديه القديمه كانت شايفه ان العالمين دول اللي هم نيدفيلر وسفارتلهايم، بغلط في اسمه طوالي، المهم كانت شايفه ان العالمين دول مختلفين عن بعض. نيدفيلر هو عالم الاقزام، وسفارتلهايم هو عالم الجان الاسود. من فتره كبيره انا عملت فيديو اسمه الجانب العميق من الميثولوجيا، هسيبه لك من الاي اللي هتطلع فوق، واتكلمت فيه في نقطه ان الجان الاسود هم الاقزام، وده بسبب ان فعليا نفس الصفات بتدور على الاثنين. بس الاعتقاد القديم كان شايف ان الاثنين دول مختلفين عن بعض، وكان كل واحد فيهم بيعيش في عالم لوحده. بس في العموم حاليا الاثنين دول يعتبروا عالم واحد، وهو عالم الأقزام اللي كانوا معروفين بأنهم حدادين مهرة جدا. والمكان نفسه بيتوصف بأنه مكان مظلم مليان دخان طالع من عمليات الحدادة، ومليان بالمناجم اللي فيها عدد لا نهائي من المعادن والمواد اللي بيستخدموها الأقزام دول في إنشاء المواد بتاعتهم. والأقزام دول هم اللي عملوا الرمح جونير بتاع أودين وميولنير مطرقة صور. ونروح بعد كده لآخر عالم معانا وهو هيل، المعروف برضه باسم هيلهايم، أرض الأموات اللي ماتوا بأسباب طبيعية، مرض أو شيخوخة أو أيا كان، المهم إن هم ما ماتوش في معركة تحت اسم أودين. وبغض النظر عن التصوير المعروف لهيلهايم إنه مكان جليدي وكئيب وما فيهوش أي حاجة غير أموات، فالكلام ده كله هبل. يؤسفني أقول لك إن هيلهايم مش كده نهائي. هيلهايم تقدر تعتبره كده مكان تاني بيروحوا الأموات يكملوا حياتهم عادي، بياكلوا ويشربوا ويناموا ويعملوا معارك بينهم وبين بعض عادي جدا. تقدر تعتبره كده أرض تاني للحياة، مش مكان
للتعذيب بس ولا مكان للنعيم بس، هو مكان عادي جدا زيه زي ميدجارد بس سكانه من الاموات. ومن بين كل المصادر النورديه مفيش غير مصدر واحد بس هو اللي وصف هيلهايم بانه مكان للعذاب. عايزك تتوقع معايا كده مين المصدر ده ومين اللي كتبه. المصدر هو روس ايدا واللي كتبه هو سنوري. ايوه المهم المكان ده بتحكمه هيل بنت لوكي اللي هنحكي قصتها زي ما قلت لك في فيديو ولاد لوكي. والمكان ده برضه فيه بالدير ابن اودين واللي قتل لوكي برضه. يعني لوكي بيتكرر معانا كتير قوي لانه عامل نوش كبير قوي في الميثولوجيا النورديه. وكل المصادر عموما بتقول ان هيلهايم هو عالم تحت الارض او تحت ميدجارد، وده بسبب الدفن. لانهم لما بيدفنوا الشخص الميت في الارض، الشخص الميت ده بعد كده بيلاقي طريقه من تحت الارض انه يوصل لهيلهايم. والشخص الميت ده بيمر بشويه تجارب عشان يوصل في النهايه. في البدايه بيسافر في رحله طويله جدا عباره عن ظلام وضباب لحد ما يوصل لنهر. النهر ده مليان بالاسلحه اللي بتعمل صوت، وفوق النهر ده في جسر. بيعدي الجسر ده لحد ما يلاقي الجدار اللي بيحيط بهيلهايم، وبيدخل من بوابه الجدار ده لعالم الاموات. ومن المفترض ان في كلب ضخم بيحرس البوابه دي عشان يمنع دخول اي شخص للعالم ده ما عدا الاموات. قبل ما نبدأ في قصة الحرب والليلة دي كلها، تعال نخش شوية في علم الأصول. كلنا عارفين أصل الأيسير جاي منين، بور وبوري، وقصة ولادتهم وأودين وإخواته فيلي وفي. بس أصل الفانير بقى محدش يعرفه. محدش يعرف هم جم إزاي أو جم منين او هم مين دول اصلا او اصلهم ايه. وهنا بنتجه للنظريات. البعض بيقول ان الفانير دول كانوا ثقافة دينية مختلفة وموجودين في نفس مكان تواجد ثقافة الايسير، وحصل بينهم وبين بعض معركة حقيقية كل واحد فيها بيدافع عن معتقداته الدينية، وفي الاخر وصلوا لمعاهدة سلام ودمجوا المعتقدات دي مع بعض في ليلة واحدة او في قصة واحدة او في ميثولوجيا واحدة. دي اول نظرية. وكنت فاكر ان انا قريت حاجة عن ان الفانير دول هم سلالة فيلي وفي اخوات اودين، بس غالبا دي هب. والكتابات الاولى للميثولوجيا النورديه ما كانتش معتبره ان في حاجه اسمها الفانير اصلا، هم الايسير بس اللي موجودين في عالم الميثولوجيا النورديه. بس فيما بعد ظهر الفانير في القصه دي. تمام كده يا معلم. نخش بقى على الاختلافات بين الاثنين. الايسير اللي كانوا بيعيشوا في اسجار واللي كان رئيسهم هو اودين كانوا شخصيات بتحب الحرب والمعارك، وبيستخدموا الاسلحه والخطط في حروبهم والمعارك بتاعتهم، وكانوا بيقضوا معظم وقتهم في التدريب وتعلم فنون القتال والمغامرات اكتر من الفانير بكتير. وحياتهم كلها كانت في حب الحرب والمعارك لحد لحظة معينة، لحظة تحصل لأودين الكبير بتاعهم وتغير حياته وتخليه يعرف أهمية الحكمة والمعرفة ويفضل يسعى وراهم. بس دي هنشرحها قدام في فيديوهات جاية. نروح بقى للفانير اللي تقريبا نفس الشكل الجسدي للأيسير، بس بيعيشوا في عالم فانهايم، واللي كانوا قافلين على نفسهم بشكل كبير جدا ومش بيختلطوا بالعالم قوي ومش مهتمين بالمغامرات ولا الكلام ده كله. كانت اهتماماتهم هي المعرفة والسحر. كانوا بيدرسوا السحر بجميع انواعه ويقدروا يصنعوا جرعات سحرية بقدرات مختلفة، وكانوا قادرين يكلموا الموتى ويستخدموا قدرات خارقة بالنسبة للأيسير. وده اللي خلى الاشخاص اللي مش قادرين يستعملوا السحر اللي هم الأيسير يكرهوهم يتضايقوا منهم. تمام كده يا معلم. نخش بقى على جزء مهم جدا وهو جزء الحرب. قصة الحرب دي بدأت ازاي وايه اللي حصل فيها ده اللي هنعرفه. طيب تبدأ القصة يا معلم مع واحدة من الفانير اسمها جولفيك او فريا. مصادر بتقول فريا ومصادر بتقول جولفيك، ومصادر بتقول ان الاتنين نفس الشخص بس فرق مسميات من مصدر للتاني، وانا في الفيديو ده هعتمد اسم جولفيك. المهم ان جولفيك دي كانت من ممارسين سحر السيدر. ايه هو السحر ده؟ هو سحر قوي جدا قادر انه يشوف المستقبل ويعيد تشكيله من اول وجديد. المهم ان جولفيك كانت بتلف العالم وبتستعمل السحر بتاعها او بتقدم خدماتها عن طريق السحر بتاعها للناس، وده طبعا كان بفلوس، لحد ما وصلت في النهاية لأسجارد عالم آلهة الأيسير في الميثولوجيا النوردية، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى طبعا. وابتدت تمارس السحر بتاعها للناس هناك، وابتدى اسمها وشهرتها في عالم أسجارد يزيد يوم بعد يوم. الناس ابتدوا يقولها من جميع أنحاء أسجارد عشان يشوفوا مستقبلهم ويغيروا فيه. بس في لحظة معينة يبتدوا الأيسير يحسوا إن في حاجة غلط، في خطر عليهم من جولفيك وفي قلق من قوتها الكبيرة، وابتدى القلق ده يتحول لخوف بعد كده، خوف لو جولفيك دي استخدمت قوتها ضد الأيسير نفسهم. وهنا قرروا إنهم يعملوا مجلس ويتناقشوا فيه في موضوع جولفيك، وقرروا في النهاية إنها ما ينفعش إنها تعيش تاني عالم الأيسير أو تعيش تاني عموما، وبدأوا يعذبوها
وحاولوا يقتلوها باستخدام الأسلحة، بس مفيش أي سلاح نهائي كان بيأثر فيها، ففكروا إنهم يحرقوها، وفي كل مرة يحرقوها فيها وتتحول لرماد تظهر تاني من الرماد بتاعها. فينيكس هانم. والموضوع ده مش من أول مرة، لا، أول مرة حرقوها وطلعت من الرماد بتاعها، وتاني مرة حرقوها وطلعت من الرماد بتاعها، وتالت مرة برضو حرقوها وطلعت من الرماد بتاعها. مين بقى اللي سمع عن الكلام والأحداث دي؟ الفانير. وسبب الأحداث دي بدأ الكره بين الأيسير والفانير يكبر أكتر. وعلى الجانب التاني برضو الأيسير بسبب اللي شافوه من جولفيج بدأوا يكرهوا ويخافوا من الفانير وقوتهم الغريبة دي، وابتدى الموضوع يتحول لشوية خناقات في الأول، خناقات خفيفة بين الطرفين، لحد ما وصلت بعدها لحرب كبيرة أعلنها الفانير على الأيسير. الحرب دي بدأت في مكان اسمه فيغرير، والمكان ده هو المكان اللي هتحصل فيه حرب راجناروك، معركة نهاية العالم. بداية الحرب دي كانت من عند أودين اللي وقف في نص ساحة المعركة ورمى الرمح بتاعه ناحية الفانير، ودي كانت لحظة إعلان الحرب، حرب الأيسير والفانير. وبدأت الحرب دي، الحرب اللي كان بيحارب فيها الأيسير بقواعد الحرب المعروفة، الأسلحة والقوة الغاشمة، والفانير بأسلوب تاني مختلف نهائي، السحر والجرعات السحرية. واستمرت الحرب دي لفترة كبيرة جدا، وكل جنب من الجنبين بيبقى ليه اليد العليا في المعركة دي لفترة من الزمن، لحد فترة كبيرة. ابتدى الطرفين يزهقوا من الحرب دي ويقرروا في الآخر إنهم يعملوا هدنة أو معاهدة سلام، معاهدة سلام بين الطرفين عشان ينهوا الحرب دي. وعشان المعاهدة دي تتم لازما يبقى فيه رهاين من الطرفين، شوية رهاين من الفانير عند الأيسير والعكس برضو، شوية رهاين من الأيسير عند الفانير، عشان محدش فيهم يفكر انه يضايق التاني. بس فكروا في الاخر على ان نيورد وعياله فريا وفري من الفانير هم اللي هيروحوا يعيشوا في اسجارد عند الأيسير، وهوينير وميمير من الأيسير هيروحوا يعيشوا في فانهايم عند الفانير. الفانير كانوا شايفين ان هوينير كان شخص حكيم جدا، ولما بيحتاجوه في مشورة بيقول لهم الحل الصح دايما. بس كان في تركاية هنا. ايه هي التركاية دي؟ ان ده كان بيبقى وقت وجود ميمير جنبه، ولما ميمير بيبقى مش معاه بيتحول لشخص ملوش اجابة محددة، وحكمته دي بتبقى مش موجودة نهائي. وهنا الفانير حسوا ان هم اتضحك عليهم، الايسير يدوهم ناس اغبياء على اساس ان هم ناس حكماء وكده، فيعملوا ايه بقى؟ يقطعوا راس ميمير اللي هو المفروض ان هو الحكيم اصلا، ويبعتوا راسه لاسجارد. المهم لما اودين يشوف راس ميمير يقعد يقول عليها شويه تعاويذ وقصايد عشان تفضل الراس دي صاحيه للابد. وقدر اودين انه يخليه يتكلم. ميمير ما كانش بيتكلم قبل كده. وبعدها ميمير بقى عباره عن راس بس راس حكيمه بتفضل تدي نصايح لاودين في اي وقت هو بيحتاجه فيه. المهم متوقع ايه بعد حادثه ميمير دي؟ ان الحرب تقوم تاني؟ للاسف ده ما حصلش. الجانبين كانوا زهقانين من الحرب اصلا، وقرروا انهم يجتمعوا مع بعض، وانا اسف على القرف اللي انت هتسمعه ده، بس قرروا ان هم يتفوا في وعاء كبير ويخلقوا الكافازير. مين الكافازير ده؟ احكم الكائنات اللي موجوده في عالم الميثولوجيا النورديه. كان عنده اجابه لاي سؤال ايا كان السؤال ده هو ايه، وكافازير ده كان بيلف العالم كله عشان يساعد الناس بحكمته. المهم ان هنا انتهت حرب الايسير والفانير، وعاشوا القبيلتين دول مع بعض في انسجام تام. ومن هنا يأتي ظهور لوكي، واحد من أهم وأشهر الأسماء في الميثولوجيا النوردية كلها. وشهرة لوكي معتمدة على 3 حاجات: راجناروك، موت بالدر، وأطفاله. وأطفال لوكي تحديدا ليهم دور كبير جدا في الميثولوجيا النوردية. لوكي عموما عنده 6 أطفال، 2 منهم مش مشهورين قوي، وواحد مشهور بس مالوش دور مؤثر، و3 هم أسماء مهمة جدا: يورمنجندر، فينرير، وهيل. بداية قصة ال3 دول بتبدأ من لما لوكي كان عنده 3 أطفال، 2 من مراته سيجن، وواحد كان هو أمه. لوكي كان هو أمه مش أبوه. المهم يعني الحاج لوكي علاقته مع سيجن ما كانتش أحسن حاجة، وابتدى يلعب بديله يمين وشمال لحد ما انتهى بيه الامر مع اليوتين انجربودا، وكان بيسافر لها اليوتنهايم كل فتره لحد ما خلف منها ال3. انجربودا ما كانتش تختلف كتير قوي عن لوكي، لا كانوا لايقين على بعض جدا. انجربودا كانت مؤذيه وبتاعت مشاكل، وما بالك بقى لما الاثنين المؤذيين بتوع المشاكل دول يخلفوا 3 عيال. تخيل نسلهم هيبقى عامل ازاي. اكبرهم سنا هو الذئب فينرير، ويليه التعبان يورمنجندر، واصغرهم كانت بنت اسمها هيل. هيل تحديدا كنت تقدر تميزها من وسط 1000 امراه واقفه. النص الاعلى من جسمها كان طبيعي جدا، والنص السفلي كان متحلل، وتعبيرات وشها كانت على طول كئيبه. ولكن مع ولاده الاطفال ال3 دول، الناحيه الثانيه بقى الايسير، الحاج اودين
اودين كان بيجيله احلام عن دمار كبير هيحصل لاسجارد، والمتسببين في الدمار ده هم 3 اشخاص، وبعدها يعرفوا باخبار ولاده ال3 اطفال دول. هنا ابتدى الخوف يسيطر على اودين والايسير، هم مش متحملين لوكي لوحده، ما بالك بقى لما يبقى عنده 3 اطفال كمان، والتلاتة دول من أنجربودا اللي هي ما تختلفش كتير عنه أصلا. ده غير الأحلام اللي بتيجي لأودين عن 3 أشخاص هيبقوا السبب في دمار أسجارد، ودول 3 أطفال. فبيقرروا إنهم يروحوا للنورنس ال3. مين هم النورنس ال3 دول؟ هم 3 كائنات قديمة ومسؤولة عن حاجات مهمة جدا: يورد الماضي، فيرداندي الحاضر، وسكولد المستقبل. راحوا الأسير ليهم عشان يسألوهم ويعرفوا إيه اللي ممكن يحصل. فيورد ترد عليهم تقول لهم أمهم شريرة، وفيرداندي ترد وتقول لهم بس ابوهم اسوأ من امهم، وسكولد تقول لهم ما تتوقعوش منهم غير الاسوأ، توقعوا منهم الاذى والخطر والموت. هنا الايسير عرفوا ان الموضوع خطر ولازم يشوفوا حل مع ال3 اطفال دول، وفي النهايه استقروا انهم لازم يأسروا الاطفال دول. وبناء على طلب من اودين بتروح مجموعه من الايسير ليوتنهايم ويروحوا لبيت انجربودا ويقيدوها ويخطفوا الاطفال ال3 دول ويرجعوا بيهم لاسجارد تاني. وهنا الامر كان تحت ايد اودين يشوف هيعمل ايه معاهم. اودين كان عارف كويس جدا هو هيعمل ايه مع يورمنجندر، خده ورماه في المحيط اللي بيحاوط ميدجارد عالم البشر، وهناك يورمنجندر عاش وكبر لحد ما ابتدى يكبر ويكبر لدرجه انه حاوط ميدجارد كلها، وكان عارف كويس جدا هو هيعمل ايه مع اختهم هيل برضه. بمجرد ما القى نظره عليها بس قال لها لا انت مكانك مش هنا، انت مكانك هناك مع الاموات، وخدها ووداها لمكان مظلم في نيفلهايم، عالم موجود تحت كل العوالم، هناك هيبقى مكانها. وبمجرد ما وصلت هناك اودين بعت لها مرسوم قال لها انها تفضل هنا تعتني بالموتى اللي كانت اسباب موتهم هي المرض والشيخوخه، وتتقاسم معاهم اكلها. وفي الجانب الثاني بمجرد ما هيل وصلت للمكان المظلم في نيفلهايم اعلنت نفسها الملكه للمكان ده، وبقى الجزء ده من المنطقه اسمه هيلهايم. بدات تبني جدران ضخمه تحاوط العالم بتاعها، وبنت لنفسها قاعه ضخمه سمتها الجودنير، بقت هي دي موطن الاموات. وخدت لنفسها 2 من الخدم، جانجلاتي وجانجلود. الاتنين دول كانوا حركتهم بطيئه جدا، ومن كتر ما حركتهم بطيئه كنت ممكن تلاحظ انهم ما بيتحركوش اصلا. اطباق الاكل بتاعتها كان اسمها الجوع، والسكين بتاعها اسمه المجاعه، ومكان نومها اسمه المرض. واستقرت هيل في هيلهايم. وبالنسبه للاخ الاكبر سنا فينرير، فالايسير ما كانوش عارفين هيعملوا معاه ايه، وخصوصا ان شكله وقتها ما كانش مختلف عن شكل اي ذئب تاني، لا خالص. فينرير وقتها كان ذئب صغير وما كانش مؤذي نهائيا بالنسبه للايسير، فقرروا انهم يسيبوه معاهم في اسجارد ويعيش وسط الحقول الخضراء اللي موجوده هناك. بس في النهايه كان خوف الايسير برضه كبير ناحيته، لانه في النهايه ابن لوكي، ما عدا شخص واحد بس ما كانش خايف منه نهائيا، لا خالص، ده كان بيروح له وبيلعب معاه وبيجيب له اكل كمان. الشخص ده هو ثور. المهم مع مرور الوقت ومرور الايام ويوم ورا يوم فينرير بيكبر اكتر واكتر، حجم فينرير بقى ضخم جدا، فينرير بقى حجمه اكبر من الذئاب الطبيعيه بالاف المرات. بس مع حجمه الكبير ده برضو الايسير ما غيروش رايهم، لحد ما بيجيلهم تحذيرات من النورنس بيقولوا لهم فيها ان الذئب ده هيتسبب في موت اودين. وهنا بالنسبه لهم الموضوع بقى خطر وصعب في نفس الوقت، لانهم مش هيقدروا يقتلوه في اسجارد، لانهم ما كانوش عايزين يدنسوا حرم اسجارد النقي. فقرروا انهم يحبسوه، وبداوا يعملوا سلاسل قويه جدا عشان يقيدوه بيها، وسموا السلاسل دي باسم ليدنج. بس المعضله بالنسبه لهم دلوقتي هم ازاي هيقيدوه بالسلاسل دي، وبتجيلهم فكره انهم يروحوا بالسلاسل دي لفينرير ويقولوا له هل انت قوي كفايه لدرجه انك تفك نفسك من السلاسل دي؟ هنا بيبدا فينرير انه يبص على السلاسل دي ويقول لهم هي شكلها قويه بس انا اقوى منها بكتير جدا. وهنا الايسير ما صدقوا سمعوا الكلام ده، وراحوا خدوا السلاسل دي ولفوها حوالين جسم فينرير، وبعد ما خلصوا لفه حوالين جسمه فينرير قال لهم خلصتوا خلاص؟ قالوا له اه. راح منشف عضلاته، السلاسل دي اتكسرت لقطع صغيره جدا. وهنا الايسير بداوا يخافوا، بس ما ضيعوش وقت كتير قوي، وعملوا سلاسل تانية اسمها درومي كانت اقوى من ليدنيك بضعفين، وراحوا بيها لفينرير وقالوا له لو قدرت تكسر السلاسل دي فاسمك هيبقى معروف في جميع انحاء العوالم ال9 وقوتك هيتحاكى بيها العالم. بدا فينرير يبص على درومي ويقول لهم شكلها قويه واقوى من اللي فاتت كمان، بس برضو انا اقوى منها. وبداوا الايسير يلفوا السلاسل دي حوالين فينرير، وقدر
برضه فنرير انه يدمرها. وهنا الايسير بدأوا يخافوا اكتر واكتر، وبدأوا يقتنعوا ان خلاص كده مفيش طريقة انهم يأسروا بيها فنرير او يحبسوه. وهنا بيتدخل جهبذ عصره وعبقري اسجارد الاول الحاج اودين، ويدخل ويقف وسطهم في مظهر سريالي فني ويقول لهم ان كان بامكان اي احد في العوالم التسعة كلها ان يصنع قيدا لن ينكسر فلا يوجد سوى الاقزام. طب ما كان من الاول يا ابن الحلال، ليه التعب والمشقة دي كلها؟ ما تروحوا للاقزام على طول. بيبعت الايسير سكينير رسول فري لسفيرتالهايم عالم الاقزام، وهناك قابل نار وناين ونيبينج ودام وبافور وبومبر ونور ومئات من الاقزام التانيين. دخل عليهم سكينير ووعدهم بالذهب والثروه لو قدروا انهم يصنعوا قيود ما تنكسرش نهائيا. وفعلا بدأ الاقزام انهم يشتغلوا لحد ما قدروا انهم يصنعوا قيد ناعم ومرن شبه الحرير كده، وسموه باسم جليبنير. وخد سكينير القيد ده ورجع بيه لاسجارد تاني، واول ما اودين شافه قال له هو القيد ده مصنوع من ايه؟ فبيرد عليه سكينير وبيقول له الاقزام صنعوه من 6 حاجات: صوت القطه لما بتتحرك، ولحيه الامراه، وجذور الجبل، واعصاب الدب، ونفس السمكه، ولا مؤاخذه يعني شخاخ الطيور. وهنا بدأ الايسير يشكوا، طبيعي طبعا بعد المكونات الغريبه دي كلها لازم يشكوا. فرد عليهم سكينير وقال لهم انا كنت شاكك زيكم كده، بس الاقزام عندهم مكر جديد جدا. هو ليه القطه ما بتعملش اي صوت لما بتتحرك؟ وليه المراه ما عندهاش لحيه؟ وبرضه احنا ما نقدرش نثبت ان الجبل ملوش جذور. كل الحاجات دي ما نقدرش ان احنا نثبتها. من الاخر يعني الاقزام قالوا الكلام ده كله عشان ما حدش يراجع وراهم ويقول لهم ايه هي المكونات. المهم في الاخر خدوا القيود دي وراحوا بيها لفنرير ووروه القيد وتحدوا للمره الثالثه، وقالوا له وقتها انها اقوى بكتير من اللي فاتوا، وادوا له حته تطبيله كده. قالوا له بس انت اكيد يا فنرير هتقدر ان انت تكسرها عادي. هنا يبدا فنرير انه يبص على القيد ده ويقول لهم هو شكله رفيع جدا، ولو كسرته فانا مش هستفاد حاجه، بس ممكن يكون داخل في صناعته السحر، فخليه ليكم احسن، انا مش عايز ان انا اكسره. فرد عليه واحد من الايسير وقال له يا سيدي لو ما قدرتش ان انت تفكه فاحنا هنفكك منه، ما تقلقش خالص. هنا فنرير بدا يلف حوالين الايسير ويقول لهم انا مش عايز اقيد بالسلاسل دي، بس في نفس الوقت برضو انا مش عايز يتم اتهامي بالجبن. انا هخليكم تلفوها حواليا، بس حد فيكم يحط ايده جوه بقي كعلامه على حسن نيتكم. من الاخر يعني فنرير كان شاكك فيهم. هنا الايسير بداوا يقلقوا ويبصوا لبعض، وكل واحد فيهم كان خايف انه يعمل كده. وهنا بيرفع تير دراعه اليمين ويبتدي يحطه في بق فنرير، والايسير ما صدقوا يعني، وبداوا يلفوا القيود حوالين فنرير. وبدا فنرير انه يحاول انه يكسرها، بس مع كل مره بيحاول فيها القيد ده بيبقى اكتر احكام عليه، وكل ما يحاول انه يكسرها كل ما تبقى اقوى اكتر ومؤلمه اكتر. وبداوا الايسير الناحيه التانيه ان هم يضحكوا ويفرحوا لانهم اخيرا قدروا يقيدوا فنرير. ولما حس فنرير انه اتضحك عليه عمل اخر خطوه لرد اعتباره، قطع دراع تير اللي كان جوه بقه. هنا بدا تير انه يصرخ من الالم الشديد جدا، بس على الناحيه التانيه الايسير كانوا لسه في حاله الفرح الشديده اللي هم فيها دي، لانهم اخيرا قدروا يقيدوا فنرير. وفضل فنرير واخواته في عقابهم لحد ما تبدأ أحداث راجناروك، معركة نهاية العالم. طيب ماذا عن إخواتهم التانيين، أبناء لوكي الثلاثة التانيين، فالي ونارفي وسليبنير؟ ايه قصتهم وايه احداثهم؟ خلينا في الاول نبدا بفالي ونارفي اللي هم ابناء لوكي من مراته سيجين. الحقيقه نهايتهم كانت مأساويه جدا، بس قبل ما نتكلم عن نهايتهم المأساويه دي في قصه لازم نحكيها الاول قبل ما نتكلم عن ايه اللي حصل لهم. قصة موت بالدر هي واحدة من القصص المثيرة والمهمة جدا في الميثولوجيا النوردية، وده لأسباب كتير جدا. أهمها مثلا إن البطل التاني في القصة دي هو لوكي، واحد من أهم وأشهر شخصيات الميثولوجيا النوردية. والسبب التاني إن القصة دي هي النبوءة لبداية معركة راجناروك، معركة نهاية العالم في الميثولوجيا النوردية. بس في الأول مين هو بالدر ده أصلا؟ وليه موته هو حدث مهم أوي للدرجة دي في الميثولوجيا النوردية؟ بالدر هو ابن اودين كبير الميثولوجيا النوردية وفريج، كان بيمثل الخير والنقاء والحب، وتوصف في قصيدة جلفاجانيك انه كان مصدر الضوء والنور للميثولوجيا النوردية كلها. ده غير انه كان اجمل شخص في عالم الميثولوجيا النوردية، وكان بيعيش في قصر اسمه بريدا بليك.
قصر الحقائق والنقاء، هو ومراته نانا. كان شخص حكيم وعادل ومحبوب من كل الشخصيات في الميثولوجيا النوردية. بس حياة بالدر السعيدة والجميلة دي بيحصل لها انقلاب تام في الأحداث لما يبتدي يحلم بأحلام غريبة ومتكررة. ألم وموت وشخصيات مظلمة بتيجي لبالدر في أحلامه وتحاول تطفي نوره، وده لأنه كان مضيء وجميل. بالدر مع بداية الأحلام دي ما كانش بيقدر يكمل نومه بشكل طبيعي، كل يوم يصحى على نفس الأحلام المؤلمة، وصراخه وهو نايم كان بيصحي أي حد معاه في القصر. ولما ابتدت كل الكائنات التانية تسمع عن أحلام بالدر بدأوا يتجمعوا ويناقشوا الموضوع ده. وخليني هنا أفهمك إن الأحلام في الميثولوجيا النوردية هي عبارة عن نبوءة لازم تحصل، بمعنى ان احلام بالدر دي لازم تحصل. والامر ده اللي كان مرفوض بالنسبه لكل كائنات الميثولوجيا النورديه، لان بالدر كان محبوب جدا وكانوا بيقولوا عليه انه الطفهم واكترهم رحمه وعدل، ومفيش اي حاجه شريره او ملوثه كانت بتخش بيته نهائي. من وجهه نظرهم كان هو اقل شخص فيهم يستحق الموت. بس في الاخر كل الكلام اللي قالوه ده ما ريحهمش نهائي، بالعكس ده زاد الحزن اكتر. ده غير انهم ما كانوش فاهمين معنى احلام بالدر دي ايه. مين هما الشخصيات المظلمة اللي جاية عشان تطفي نور بالدر؟ وهنا بيظهر لنا اودين وبيقرر انه يروح بنفسه للعالم السفلي هيل هايم ويعرف ايه هو معنى احلام بالدر. والنص في الجزء ده الحقيقة كان ممتع قوي، لانه وصف اودين اولفازر القديم كقدم الزمن، وهو بيخرج من المجلس بتاعه ويركب حصانه صاحب ال8 رجول سليبنير ويمشي بيه فوق جسر قوس قزح اللي كان بيهتز من سرعة تحرك سليبنير تحت اودين، وياخد مسار طويل جدا من ميدجارد لنيفلهايم لحد ما وصل في الاخر لمدخل العالم السفلي هيل هايم. ومن كتر ما اودين كان سريع جدا ما لاحظش التغير الغريب في عالم هيل هايم. هيل هايم اللي كان مكان كئيب ومظلم وبائس فجأة بقى فيه احتفالات والوان كتير جدا وشخصيات سعيدة جدا. اودين ما لاحظش التغيير ده نهائي غير لما وصل عند قاعة هيل. هنا لاحظ عدد كبير من الناس هناك وفي احتفالات وشرب كأن في حدث مهم هيحصل. ونسيت اقول لك ان هنا اودين ما كانش رايح في شكله الحقيقي المعروف، لا كان متنكر في شكل تاني غير شكله، لانه كان رايح يقابل عرافة في مكان قريب من قاعة هيل. العرافة دي كان معروف عنها معرفتها الكبيرة جدا بالعالم السفلي ونبوءات الموت. وبدأ اودين يقول للعرافة دي انه جاي لها علشان يعرف منها اخبار هيل هايم وليه في احتفالات كتير في العالم، وطبعا ما قالهاش ان هو اودين. وهنا العرافة بتفاجئه وبتقول له ان هيل هايم بتحتفل على شرف وصول بالدر القريب جدا. يبدأ هنا اودين يتضايق ويسألها مين اللي هيقتل بالدر، فبترد عليه العرافة وبتقول له ان اللي هيقتله هو الاعمى هود. هنا بتبدأ العصبية تزيد اكتر على اودين لان هود هو ابنه، فبيسألها مين اللي هينتقم من هود وياخد حق بالدر. فبترد على العرافة وتقول له ان ابن اودين فالي اللي لسه هيتولد هو اللي هينتقم لاخوه، وهيعمل ده وهو لسه ما تمش يوم واحد من الولادة. وهنا حابب اوضح لك توضيح، فالي ده غير فيلي اخو اودين. فالي هو ابن اودين من رين، صح هود هو اسمه هود او هودر او هودر، التلات اسامي صح، وهو ابن اودين برضو. المهم يعني اودين بيسألها سؤاله الاخير وكان باين على ملامحه العصبية الشديدة جدا، هل في حد تاني هيبقى له علاقة بموت بالدر؟ العرافة هنا عرفت ان الشخص ده هو اودين، مش مجرد شخص غريب جاي يسأله السلام، وقررت انها تلعب باودين اللعبة الاخيرة. قالت له انت مش شخص غريب، انت اودين، والشخص التاني اللي له علاقه بموت بالدر انا عارفاه ومش هقول لك عليه. وهنا اودين يقول لها على فكره انت مش عرافه، انت بنت. هو فعليا الكلام ده مش من عندي يعني، لا هو حصل بينهم شتايم فعلا لحد ما اختفت العرافه في العدم. المهم بيركب اودين سليبنير وهو في احزن لحظات حياته. بعد رجوع اودين من هيلهايم بدأ يجتمع هو وباقي الكائنات في الميثولوجيا النوردية ويدوروا على حل عشان يمنعوا موت بالدر، وقعدوا يفكروا في كل طرق الموت اللي موجودة واي حاجة ممكن تسبب في الموت، اي شيء ارضي او بحري او سماوي ممكن يسبب الموت.
بدأوا يحصروه ويسموه، عشان بعدها تبدأ والدة بالدر فريج في السفر في كل أنحاء العوالم التسعة، وخلت كل حاجة في العالم تقسم إنها مش هتسبب في موت بالدر. البشر والحيوانات والنباتات وأي مادة موجودة في الكون خلوها تقسم إنها مش هتسبب أذى لبالدر. وبعدها اجتمعوا الكيانات تاني عشان تبلغهم فريج إنها عملت اللي هم قال عليه، وإن مفيش عنصر واحد في الكون هيقدر إنه يأذي بالدر. وهنا بيقرروا إنهم يختبروا الموضوع ده، وجابوا حجر ورموه على بالدر، وهنا رد عليهم بالدر إنه محسش بأي حاجة. بعدها بدأوا يحاولوا بأكتر من طريقة وبقوة أكبر بكتير، وبرضه بالدر ما حسش بأي حاجة. وهنا تحول الموضوع لمسابقة، كل واحد بيجيب سهم أو سيف أو أي حاجة هو يضرب بيها بالدر، وبرضه بالدر مش بيتأثر، لدرجة انهم خلوه هدف يجربوا فيه كل الأسلحة الممكنة، لأنه كده كده مش هيتأثر بيهم. وتقدر تقول كده ان كلهم كانوا مستمتعين باللعبة الجديدة اللي ظهرت قدامهم دي، ما عدا شخص واحد هو اللي كان واقف وبيراقب الوضع ده، وكله حقد وغيرة من بالدر اللي بقى محصن ضد كل أنواع الأسلحة. وأظن انت عارف مين هو الشخص ده. الشخص ده هو لوكي. يوم بعد يوم لوكي قاعد وبيراقب الوضع، والحقد جواه بيكبر اكتر واكتر، وكالعادة بيجيله فكرة كلها خبث، يقرر انه يتحول لواحدة ست عجوزة ويروح لفريج في القصر بتاعها، ويقول لها انه هو جاي لهنا سمع ضوضاء كبيرة جدا، وكان في ناس كتير بيضربوا في راجل واحد بس بكل انواع الاسلحة الممكنة. الراجل ده كان شكله فقير جدا، بس كان وشه ابيض ووسيم. ازاي ده بيحصل؟ انا اول مرة اعرف ان الظلم ده موجود في اسجارد، موطن الايسير العادل. انت لازم تلحق الراجل ده دلوقتي قبل ما يموت، او هو فعليا ممكن يكون مات دلوقتي وانا بكلمك. هنا فريش بدأت تبتسم وترد على لوكي وهو متنكر في شكل الست العجوزة، وتقول له ان ده مش ضرب، دي مجرد لعبة بيلعبوها معاه، وان الشخص ده هو ابنها، وانه مش هيحصل له اي اذى نهائي من الاسلحة دي. هنا لوكي بدأ يسأل فريج ايه هو نوع السحر اللي متحصن بيه بالدر عشان يبقى كده، فردت عليه فريج وقالت له انها خلت كل حاجة موجودة في الكون تقسم على انها مش هتأذي بالدر. وكالعادة لوكي كان بيحاول انه ياخد منها اي اجابة تخليه يعرف ايه هي نقطة ضعف بالدر، فسألها هل كل حاجة فعلا؟ ردت فريج وقالت باستثناء نبتة صغيرة جدا موجودة في غرب فالهالا اسمها الهدال. النبتة دي صعب انها تضر بالدر، فما كانش في داعي انها تخليها تقسم. وطبعا هنا عمك لوكي عارف بالظبط هو هيعمل ايه، سافر وراح لفالهالا علشان يدور على الهدال. لوكي ما لقاش النبتة دي لا في الارض ولا في المية، لا لقاها موجودة في جذع شجرة بلوط. وهنا في نقطة مهمة بتعرفنا ان اللي كاتب القصة دي هو شخص فاهم كويس جدا في النباتات، لان نبتة الهدال معروف انها نبات طفيلي بيظهر على اشجار تانية. المهم يعني لوكي بدأ يجمعهم ويجيب فرع طويل بشكل كافي ويشكله على شكل حاد، وبعدها يرجع تاني لأسجارد. وكان لسه الناس في أسجارد مشغولين برضو باللعبة الجديدة اللي بيلعبوها دي، وهي محاولة أذية بالدر. هنا بيبتدي لوكي يبتسم ويفرح، وفرحته دي تزيد أكتر لما بتنضم للناس دي فريج أم بالدر. وشاف على الناحية التانية كان واقف هود أخو بالدر الأعمى، كان واقف ما بيعملش حاجة، مجرد شخص واقف في المكان. فهنا بيروح له لوكي وبيضربه ضربة خفيفة، فبيرد هود وبيقول له أكيد أنت لوكي، فبيقول له لوكي أكيد محدش غيري بيعمل كده، انت واقف لوحدك ليه؟ ما تنضم ليهم وترمي السهام على بالدر. فبيرد عليه هود وبيقول له انه مش هيعرف يعمل كده لانه مش عارف مكانه، وكمان مش معاه سلاح علشان يرمي عليه. وهنا بيقرر لوكي انه يلعب على العامل النفسي، ويقول لهود هما ليه بيتجاهلوك وانت اخوه، من حقك كمان انك تجرب زيك زيهم، خد الغصن ده وانا هوجهك لمكان بالدر واضرب عليه زيك زيهم. وبيديله لوكي نبات الهدال اللي كان متشكل على شكل حاد، ودله على اتجاه بالدر، وضرب هود الغصن ناحية بالدر. وهنا المكان بيحصل فيه سكوت تام، الكل مش مستوعب ايه اللي حصل. الغصن اخترق جسم بالدر وسقط بالدر على الارض ومات. المكان كله كان بيعم الصمت، الكل بيبص على بالدر في حالة ذهول تام، أجملهم وأنقاهم ميت. بدأوا يبصوا لبعض، وبعدها بصوا كلهم ناحية لوكي وهود. ما كانش عندهم شك إن هم اللي عملوا كده، بس ما كانوش يقدروا يهاجموهم لأن الأحداث دي كانت بتحصل في مكان في أسجارد اسمه جلاديشيم، كان مكان مقدس ممنوع فيه القتل والحرب نهائي. وعلى الناحية التانية هود الأعمى ما كانش شايف نظرة الناس دي ليه عاملة إزاي، بس لوكي كان شايفها وما قدرش يستحملها وهرب من جلاديشيم. فجأة بينكسر الصمت ده، بس بينكسر بالعياط من واحدة كانت في الحشد.
يليها باقي الحشد كله، حالة بكاء جماعية. وأودين نفسه كان هناك، ومن بين كل الموجودين كان هو أكتر واحد متضرر نفسيا من الحادثة دي، لأنه كان فاهم كويس جدا إن الحادثة دي كانت بداية أحداث صعبة، حزن وموت على الجميع هيبتدي يجي بعد الحادثة دي. وغير كده فبالدر كمان كان الابن المفضل لأودين، أيوة أكتر بكتير من ثور. بالدر كان محبوب أبوه ومحبوب الجميع كلهم. المهم إن حالة الصمت دي كانت لسه موجودة، واللي بتقطعها هي فريج، وبتقول هل في حد هنا عنده الشجاعة إنه يروح لهيل في العالم السفلي ويعرض عليها فدية بمقابل إنها ترجع بالدر تاني لأسجارد. ومن بين كل الجميع بيظهر هيرمود ابن أودين اللي كان معروف عنه الشجاعة، وقال إن هو اللي هيعمل كده. هنا أودين بيؤمر بإحضار حصانه الشخصي سليبنير وبيسلمه لهيرمود، وبيبدأ هيرمود رحلته للعالم السفلي في يوم كان تعيس جدا على أسجارد. محدش كان بينام، وكلهم كانوا بيفكروا في حاجة واحدة بس، ايه هي فرصة هيرمود انه يرجع بالدر للحياة، وازاي هننتقم من اخوه هود اللي قتله، وايه هي عقوبة لوكي المناسبة. تاني يوم الصبح بيبدأوا الكيانات يشيلوا بالدر ويمشوا بيه في موكب ضخم جدا لحد ما يوصلوا لرينج هورني، سفينة بالدر، واللي كان بيتقال عنها أعظم سفينة في أسجارد. الكيانات من كتر حزنهم ما كانوش قادرين إن هم يحركوا السفينة من مكانها ويدخلوها للمية، وهنا بيطلبوا المساعدة من هيروكين، واحدة من العمالقة او اليوتنز او عمالقة الصقيع، واللي كانوا بيعيشوا في يوتنهايم. ولما وصلت هيروكين لأسجارد بدأت تشد المركب بقوة رهيبة جدا، لدرجة ان خشب المركب كان ممكن يتكسر في ايديها. والموضوع ده اللي ضايق ثور جدا، وكان على حافة انه يبدأ معركة معاها. بس بيتدخل اودين وبيقول لثور انه يهدى، وانها هنا بطلب منهم هم، هي ما جاتش بمزاجها، ومن الافضل ليهم انهم يتجاهلوها دلوقتي. المهم بعد ما حركت السفينة وودتها للمية بدأوا الكيانات يشيلوا جسم بالدر ويحطوه على السفينة. وكانت بتراقب الأحداث دي نانا زوجة بالدر، اللي من كتر حزنها ماتت في نفس اللحظة، عشان ينقلوها هي كمان لرينج هورني مع جوزها بالدر. والموقف ده كان بيشهد على حضور كل الكيانات أو الشخصيات في الميثولوجيا النوردية، أودين وغربانه الاتنين فريج وثور والفالكيري، فري وفريا، الجان والأقزام واليوتينز، وكل الشخصيات المهمة في الميثولوجيا النوردية. كان ناقصهم بس سورتر ولوكي ونعمل راجناروك على الضيق. كل الشخصيات دي كانت موجودة علشان يشهدوا مشهد حرق جثة بالدر. بدأوا الكائنات يحركوا المركب مع صوت أشبه بصوت العياط طالع من كل الطيور اللي موجودة هناك، وموجة غضب من البحر، مشهد تحس ان العالم كله كان حزين على بالدر. بدأوا يبنوا المحرقة حوالين جسم بالدر ومراته نانا، وبدأوا بعدها يحطوا الكنوز في سفينة رينج هورني علشان تبقى مع بالدر في هيلهايم. ومش الكنوز بس، لا السيوف والأسهم. وفي الوقت ده كان على الشاطئ بيشوف المظهر ده لتفيتي حصان بالدر، كان واقف وباين عليه الحزن والدموع بتنزل من عينه، عشان بعدها يموت هو كمان في نفس اللحظة ويحطوه على رينج هورني مع بالدر ونانا. بعدها بيبدأ أودين يمشي في المية ويطلع للسفينة ويقف جنب جثة ابنه. أودين فضل وقت كبير جدا ما بيعملش حاجة غير انه مجرد بس واقف بيبص على جثة ابنه، وبعدها بيخلع الخاتم بتاعه دروبنير وبيحطه في ايد بالدر وينحني ويهمس بكلام في ودن بالدر وينزل من رينج هورني ويدي إشارة بدء مراسم حرق الجثة. وبعدها يرفع صور المطرقة بتاعته ويبتدي يردد في كلام تقديس للمراسم دي. وبعدها تبتدي السفينة المحروقة إنها تمشي في المية شوية بشوية لحد ما في الآخر تتحول لرماد. وعلى الناحية التانية على شاطئ النهر كان حالة الحزن كبيرة جدا. لمدة 9 ليالي كان هيرمود بيسافر فيهم لحد ما وصل لهيلهايم. ولما وصل هناك وقفته مودجود حارسة جسر العالم السفلي وقالت له قبل ما تعدي من هنا قول لي انت مين واسمك ايه وايه هو نسبك. اللي بيعدي من هنا الميتين بس، وانت شكلك مش ميت. رد عليها هيرمود وقال لها ان انا هيرمود ابن اودين ولازم انا اروح هيلهايم علشان اخويا بالدر هناك. ويسألها بعد كده هل انت شفتيه بنفسك وهو جاي هنا؟ ردت عليه مودجود وقالت له انه عدى النهر بس الطريق لهيل طويل جدا وغالبا هو لسه ما وصلش. بيبدأ هيرمود انه يشكر مودجود ويركب سيربنير ويمشي للطريق لهيلهايم لحد ما وصلوا الاسوار العالية جدا والبوابة الضخمة اللي عملتها هيل قدام القاعة بتاعتها
الجدنير. هنا وقف سلبنير وبدأ هيرمود يبص حوالين المكان. البوابات كانت مقفولة والأسوار عالية جدا، الطريق ما كانش مقدر العبور فيه غير للموتى بس. المهم بيبدأ بعدها سلبنير يجري بسرعة شديدة جدا وينط من فوق البوابة عشان يدخل الجدنير. واول ما دخل ابتدى يلاحظ وشوش كتير جدا من الموتى، وشوش لونها اخضر واللحم اللي فيها متعفن والعظم فيها اكتر من اللحم بكتير، وشوش كلها كآبة وحزن. وكل الوشوش دي بتبص على هيرمود اللي شكله مختلف عنهم بكتير، هو شكله مش ميت زيهم. بس على الناحية التانية هيرمود ما كانش مركز مع كل الناس اللي بتبص عليه دي، هو كان مركز مع شخص واحد بس، شخص جميل جدا كان قاعد على كرسي مرتفع. الشخص ده هو اخوه بالدر. هيرمود فضل مستني في المكان لحد ما هيل توصل، ولما وصلت هيل شافها هيرمود. الشكل شكل امرأة طبيعية جدا، بس الرجل اشبه برجل متعفنة وشكلها كان كئيب جدا. المهم بيروح لها هيرمود وبيقول لها ان كل الكيانات حزينة، اسجارد كلها بقت مكان للدموع. هيرمود ابتدى ينسق كلامه بحذر شديد جدا عشان في الاخر يقول لهيل اذا كانت تسمح ليه ان اخوه بالدر يرجع معاه تاني لاسجارد. هيل خدت شوية من الوقت وتعبير وشها ما اتغيرش نهائي عشان بعد كده ترد على هيرمود وتقول له انا مش متاكده اذا كان بالدر محبوب فعلا بالقدر اللي انت بتقول عليه ده. وسكتت بعدها في انتظار رد من هيرمود، بس هيرمود ما ردش. فكملت هيل كلامها وقالت له احنا ممكن نتاكد اذا كان فعلا بالدر محبوب بالقدر ده ولا لا. لو خليته كل شيء في العوالم التسعه يبكي على بالدر، وقتها انا هسمح له بالعودة لأسجارد تاني. بس لو في حاجة واحدة بس ما بكتش على بالدر، وقتها بالدر هيفضل موجود معايا. بعد الكلام ده بدأ هيرمود يمشي ببطء، وهنا بيقف بالدر ومراته نانا وبيروحوا لهيرمود، وبيخلع بالدر الخاتم اللي اداهوله اودين لما مات وقال له ادي ده لاودين للذكرى. ونانا جابت حتة كتان وهدايا تانية كتير وقالت له ادي دول لفريش. وبعدها بيبتدي هيرمود ياخد الهدايا دي ويركب سليبنير ويرجع تاني لأسجارد. ولما وصل جلاديشين بلغهم بكل حاجة حصلت. وهنا بيبتدي الأيسير يبعتوا رسل لكل مكان في العوالم التسعة ولكل حاجة في العالم علشان طلب واحد بس، الطلب ده انهم يبكوا على بالدر. وبما ان قبل كده كل مادة في العالم اقسمت انها مش هتأذي بالدر، فبرضه كل حاجة في العالم بكت على بالدر. الارض بكت والطيور بكت والحجارة والمعادن والانسان والحيوان وكل حاجة موجودة في الكون بكت على بالدر. ولما رجعوا الايسير وهم في اعتقادهم ان كل حاجة فعلا بكت على بالدر، اتفاجئوا بعملاقة قاعدة في كهف. فراح لها واحد من الرسل وسألها اسمك ايه، فقالت له العملاقة دي ان اسمها سوك. وبدأ بعدها الرسل يشرحوا لها الموقف والامر والقصه بتاعت بالدر. وهنا بدات العملاقه دي تبص على الرسل في حاله من الغضب وقالت لهم انا مش مهتمه نهائي بابن الراجل العجوز ده اذا كان حي او ميت، هو ملوش فايده بالنسبه لي، خليه عند هيلا احسن. وعلى الرغم من توسل الرسل الكتير جدا للعملاقه دي الا انها ما غيرتش رايها نهائي. بعدها بيرجعوا الرسل لاسجارد تاني وقالوا للايسير على الموضوع ده. الايسير وقتها حسوا بحاله من الحزن والخوف والالم، كأن كلهم وصلوا لسن الشيخوخه مره واحده. بس اللي الايسير ما كانوش عارفينه ان العملاقه سوك دي هي برضه لوكي. على الناحية التانية لوكي كان عارف ان ايامه في اسجارد انتهت، كان عارف ان وقت الحزن ده هينتهي، وبعد ما ينتهي هيبقى غضب الايسير كله متجه ناحية لوكي بس، وانهم هينتقموا منه بسبب موت بالدر. ابتدى بعدها يهرب ويروح لمكان مهجور في ميدجارد، مكان في الجبال على اعلى وادي شديد الانحدار. هناك لقي مكان مجوف قريب من شلالات فرانان، بنى لنفسه بيت كان صعب قوي ان اي حد يلاقيه هناك، بس من كتر خوف لوكي بنى للبيت ده 4 أبواب عشان يقدر يراقب المكان من كل الاتجاهات. بس ده ما كانش كافي لوكي علشان يحس بالامان. مع كل صوت لطائر او تحرك لصخرة صغيرة على الجبل او صوت الرياح كان لوكي بيخاف اكتر وبيعتقد ان في حد وصل له، وما كانش مهم نهائي لو عدى ايام من غير ما حد يوصل له. بس في الاخر لوكي كان عارف انهم هيوصلوا له لان اودين مش بتخفى عليه اي حاجه في العوالم التسعه. وفي يوم من الايام كان لوكي قاعد بيلعب بخيوط الكتان وبيصنع شبكه محكمه جدا، شبكه صعبه اي سمكه انها تعدي منها. بس فجاه بيسمع اصوات في الوادي، ولما بيبص بيلاقي مجموعه من الكائنات داخله عليه. رمى لوكي الشبكه دي في النار وبعدها ابتدى يتحول لسمكه واستخبى في الشلال. واول واحد دخل البيت ده كان كافازير، لو انت فاكره اللي اتكلمنا عليه في فيديو حرب الايسير والفانير، احكم الكائنات في الميثولوجيا النورديه. هبقى اسيب لك الفيديو في الاي اللي فوق.
المهم كافيزير دخل البيت وبص في كل حاجة ووقعت عينه على النار المطفية، ولما دقق في الرماد بتاعها ما قالش غير كلمة واحدة بس: يلا عشان نصطاد سمكة. فضلوا قاعدين لحد الليل في بيت لوكي بيصنعوا شبكة كبيرة جدا وصغيرة زي الشبكة اللي عملها لوكي، وعند الفجر بدأت عملية الصيد. ثور أخد طرف الشبكة وبقية الكائنات الطرف التاني ورموها في البحر، بس ما مسكوش لوكي اللي لقي مكان آمن بين صخرتين واستخبى فيه بحيث ان الشبكة تبقى بس بتخدش ظهره. ولما رفعوا الشبكة وما لقوش فيها حاجة بالرغم من انهم حسوا بوجود كائن حي فعلا موجود، قرروا انهم يحاولوا تاني، بس المرة دي حطوا حجارة يقفلوا بيها الشبكة بحيث ان لوكي ما يعرفش يروح للقاع ويبقى قدامه حل من الاتنين: يا ينط من فوق الشبكة يا يعوم مع تيار النهر. في البداية اختار الخيار التاني لحد ما اكتشف ان هم عايزينه يعمل كده بالظبط لانهم هيقللوا منسوب الميه وهيتبقى جزء صغير جدا، فيقرر بعدها انه ينط من فوق الشبكه. ولما نط عرفوا الكائنات انهم مسكوه اخيرا فقرروا الحركه دي، ولما لوكي نط كان ثور مستعد له ومسكه بايده وتمت عمليه القبض على لوكي. والانتقام من لوكي ما كانش بقتله، لا نهائي، بل عقاب أبدي ومؤلم جدا. في كهف كئيب مليان خفافيش كان لوكي مربوط بأحشاء ابنه نارفي، الأحشاء اللي كانت أشبه بقيد صلب جدا. ربطوا بيها لوكي على 3 صخور وفوق راسه حطوا التعبان سكادي علشان سم التعبان ده ينقط على وش لوكي اللي كان في الكهف هو ومراته سيجين، اللي كان في ايديها وعاء بتجمع فيه السم اللي بينزل من التعبان، وكل ما الوعاء ده يتملي وتروح تفضيه كان وقتها السم بينزل على وش لوكي اللي بيبدأ عذابه الأبدي. صراخ لوكي كان بيهز العالم كله، والعذاب ده لوكي هيفضل فيه لحد معركة راجناروك، معركة نهاية العالم في الميثولوجيا النوردية. لوكي هيفضل يتعذب للأبد من اللحظة دي لحد النهاية. بعد حادثة موت بالدر بسبب لوكي، الأيسير كانوا في حالة غضب شديدة جدا، ومش من لوكي لوحده، لا، انتقام الأيسير شمل لوكي ومراته وولاده. فالي تحول لذئب غير مدرك لحالته، بمعنى أصح يعني مش مسيطر على نفسه، وأجبروه إنه يقتل أخوه نارفي ويمزق جسمه بالكامل. وبعد موت نارفي خدوا أحشائه وربطوا لوكي بيها في عقابه اللي هيستمر لحد راجناروك. الانتقام ده كان بالنسبة للأيسير هو الانتقام العادل، العين بالعين والابن بالابن. أطفال لوكي يتقتلوا زي ما لوكي قتل بالدر ابن أودين. وبالنسبة لآخر أبناء لوكي واللي هو سليبنير، ويمكن ده الابن الوحيد فيهم اللي حياته مستقرة نوعا ما، واللي قصة ولادته هي مثيرة للاشمئزاز وغريبة جدا، لأن لوكي هنا هو مش بيلعب دور أبوه، لا هو بيلعب دور امه. بص يا سيدي، قصه ولادة سليبنير هي في عصور الاوليه للميثولوجيا النورديه، وقتها كانت اسجارد مكشوفه للجميع وبدون تحصينات وبدون اسوارها العاليه جدا. وقتها بيجي الاسجارد بناء ويقول لهم انا هقدر ان انا ابني لكم الاسوار بتاعت اسجارد، بس عندي شرط ومقابل للمهمة اللي انا هعملها دي، والشرط ده هو انهم يجوزوه ثريا. والايسير ما كانوش راضيين عن الشرط ده كله، وهنا بيتدخل لوكي ويقول لهم انه عنده خطة وهيخلي البناء ده يبني الاسوار من غير مقابل تقريبا. والخطة دي كانت عن طريق انه يخلي المهمة مستحيلة حرفيا. لوكي قال له احنا موافقين بس بشرط، انت هتبني الاسوار دي كلها في موسم واحد بس ومن غير مساعدة اي شخص، انت هتبنيها لوحدك. والبناء ده وافق بس بشرط انه هيساعده في المهمة دي الحصان بتاعه سفاتلفاري. الحصان ده كان قوي جدا لدرجة ان البناء كان قرب فعلا انه ينجز المهمة بتاعته. وهنا الايسير بيروح لوكي ويقولوا له الراجل قرب يخلص مهمته، اتصرف اعمل اي حاجة، احنا مش عايزين نديله فريا، بنغرق يا عم سامي الحقنا. فبيقرر لوكي انه يشتت انتباه الحصان بتاع البناء ده، وده عن طريق انه يتحول لفرس، ولا بلاش فرصة دي وحشة، ممكن تتاخد في ناحية تانية خالص. بيتحول لمهرة حلوة، مهرة بيقرر انه يتحول لمهرة جميلة جدا ويبدأ يتمخطر قصاد الحصان بتاع البناء ده لحد ما يستدرجه لمكان بعيد عن منطقة البناء. وعلى الناحية التانية الايسير اول ما لقوا ان البناء موجود لوحده قتلوه. ويعدي شهر على الحادثة دي عشان يرجع بعدها لوكي تاني لأسجارد وهو معاه حصان صغنون كده ب8 رجول. اسم الحصان ده هو سليبنير، واظن انت مش محتاج تعرف هو الحصان عمل ايه في لوكي عشان يجيبوا الحصان الصغنطوط ده، اظن مش محتاج ان انا اشرح لك ايه
اللي حصل يعني. لوكي بيدي الحصان ده لاودين، واودين بياخده ويبقى الحصان الشخص بتاعه. وسليبنير هو الحصان الاسرع والاقوى والاذكى في الميثولوجيا النورديه كلها، قادر انه يسافر للعوالم التسعه كلها في ثواني معدوده. وسليبنير تحديدا التعامل معاه مختلف عن اخواته من كل ابناء لوكي. الايسير بيتعاملوا معاه كويس نوعا ما، بس بغض النظر عن سليبنير فقصص اطفال لوكي في الحقيقه بتكشف الجانب السيء والمظلم جدا من الايسير. طيب بعد مرور الاحداث دي كلها بتيجي راجناروك. بس خليني اقول لك مقدما كده ان راجناروك مش هي نهايه الميثولوجيا النورديه، او نهايه ومش نهايه في نفس الوقت. الموضوع هنا له حكايتين، بس خلينا نحكي راجناروك الاول، وفي الاخر هبقول لك موضوع الحكايتين دول. بتبدا معانا في ميدغارد، عالم البشر هناك كانوا بيعانوا من موجة شتاء شديدة جدا، بس بسبب الطبيعة اللي كانوا بيعيشوا فيها كل موسم شتاء، فكانوا بيبقوا عاملين حسابهم وعاملين مخزونهم من الغذاء اللي هيقضيهم طول فترة الشتاء دي. وفعلا فضلوا عايشين لحد الميعاد اللي المفترض هو نهاية فصل الشتاء، بس الصيف ما جاش. احنا لسه في شتاء برضه، والشتاء بعده برضه. 3 فصول كاملين هم شتاء بس، هيفضلوا مستمرين من غير صيف واحد. والشتاء ده ما كانش طبيعي، لا ده اقصى انخفاض في درجات الحراره كانوا ممكن يكونوا قابلوه في حياتهم، بالاضافه لرياح قويه جدا. والمخزون بتاع الغذاء اللي كانوا البشر في ميدغارد مخزنينه خلص. ومن هنا الحياة في ميدغارد ابتدت تتحول مجاعة كبيرة جدا، مجاعة لدرجة ان كل القوانين والمعايير الاخلاقية انهارت بالكامل. حروب ضخمة من اجل الغذاء، حروب لدرجة ان الاباء بقى ياكلوا ابنائهم من الجوع، والاخ بياكل لحم اخوه، والابن بيقتل وياكل ابوه، والزوجه ممكن تسيب زوجها وتروح لراجل تاني لمجرد بس انه عنده اكل. الفتره دي اتسمت باسم فيمبولفيتر، واللي معناها الشتاء العظيم. فتره تنتهي بالذئبين سكول وهاتي، اللي بعد سنوات وسنوات من الجري وراء الشمس والقمر بيقدروا في النهايه انهم يبلعوهم، عشان مع الساعه الشديده جدا اللي العالم كان بيعيش فيها هيعيش كمان في ظلام تام. ومش ظلام تام بس، لا، تبدأ الزلازل تضرب العالم وتنهار الجبال. وبسبب كل الاضطرابات دي القيود اللي كانت مقيدة الذئب فينرير بتتكسر، واللي ما كانش في عينه غير حاجة واحدة بس، الانتقام من الايسير. وكذلك قيود لوكي هي كمان بتتكسر، اللي بيشق طريقه لهيلهايم ويجتمع مع بنته هيل هي وجيشها من الاموات، عشان بعديهم يبدا هياج يورمنجندر اللي يتسبب في موجات تسونامي ضخمه جدا، ويبدا بعدها يشق طريقه جنب لجنب مع اخوه فينرير. وفي طريقهم ده كان يورمنجندر بيسمم العالم كله، لدرجه ان كل الارض وكل السماء هتبقى مسممه بسبب يورمنجندر. وعلى الناحيه الثانيه لوكي وهيل بيركبوا سفينه ناجلفار عشان يتجهوا كلهم في النهايه لفيجريد، ساحة المعركة. وعلى الناحية التانية في موسفلهايم، موطن العمالقة النارية، بيخرجوا بأعداد ضخمة جدا ويتجهوا ناحية أسجر تحت قيادة العملاق الناري سورتر وسيفه الناري اللي أقوى من الشمس. وعلى الناحية التانية هايمدل بيسيب القلعة بتاعته ويروح يمسك القرن العظيم جايان وينفخ فيه، الصوت اللي هيتسمع في جميع أنحاء العوالم التسعة كلها، صوت الإنذار اللي بيعلن بداية راجناروك. يبدأ بعدها الكيانات يتجمعوا، وأودين بيركب حصانه سليبنير ويروح لميمير وياخد منه النصيحة اللي قال له عليها ميمير هي إنه يدخل الحرب، مع انهم كانوا عارفين ان نتيجة الحرب دي معروفة من قبل كده، لان اودين كان عنده نبوءة ومعرفة سابقة انه هيموت في راجناروك. وعلى الناحية التانية خالص كان في التنين نيدهوجر اللي كان بياكل جذوع إجدراسل اللي بيحصل فيها هزة شديدة جدا لحد ما تبقى على وشك الدمار، اطرافها بتبتدي ترتعش وكل الاوراق اللي كانت عليها بتقع، ومن كتر ما هي حالتها كانت فوضوية جدا 2 من البشر كانوا بيواجهوا صعوبة انهم يختبئوا جواها. العالم كله بيهتز، جحيم كبير جدا بيعلن ان خلاص بدأت معركة
راجناروك. بيبدأ الأيسير في فتح بوابات فالهالا اللي بيخرج منها الانهيرجر، اللي كانوا البشر اللي ماتوا في المعركة وبعد موتهم راحوا لفالهالا. بيخرج 800 شخص من كل بوابة من بوابات فالهالا، ال 540 بوابة، ويبدأوا يسلحوا نفسهم. ويتحرك الجيش الضخم جدا لساحة فاجري، وعلى رأسهم أودين اللي كان بيرتدي خوذة ذهبية ورافع رمحه جنير عشان تبدأ معركة راجناروك. دمار شامل ومعارك كتير جدا واطراف كتير، كل طرف مستني اللحظة المناسبة عشان ينتقم من الطرف التاني. اودين اول ما بيظهر بيتجه ليه مباشرة الذئب فينرير، ويرمنجندر اللي اول ما بيشوف ثور بيتجه ناحيته عشان ينتقم بسبب الاهانة اللي سببها له ثور قبل كده، والقصة دي حكيناها قبل كده في فيديو شورت. فري بيروح يحارب العملاق الناري سورتر، وجارم الذئب الحامي لبوابات هيلهايم بيتجه مباشرة لتير وبيحاربه، ولوكي بيقابل عدو القديم هايندال. معركة اودين وفينرير كانت ضخمة جدا ومخيفة، بس في النهاية بتنتهي بفينرير وهو بيبلع اودين. واللي كان بيشوف المنظر ده هو فيدار ابن اودين، اللي حزن على ابوه حوله لحالة غضب شديدة جدا عشان يتجه مباشرة لفينرير ويضغط برجله على فك فينرير السفلي وايديه على الفك العلوي ويمزق فكه بالكامل ويموت فينرير. ومعركة يورمنجندر وثور اللي انتهت بموت يورمنجندر على ايد ثور بمطرقته ميولنر. يورمنجندر قبل ما يطلع انفاسه الاخيرة بيخرج سمه المميت ويوجهه ناحية ثور اللي بالظبط بياخد بعدها 9 خطوات ويقع ويموت. ولوكي وهايندل المعركة اللي كانت متكافئة جدا لدرجة ان الاتنين قتلوا بعض. وسورتر وفري المعركة اللي كانت من طرف واحد، سورتر قتل فري بسهولة جدا، وده بسبب ان فري ما كانش معاه سيفه واداه للخادم بتاعه سكينيور كمقايضة عشان سكينيور يجيب له واحدة كان بيحبها فري. وتير صاحب الايد الواحدة قاتل بشجاعة شديدة جدا ضد جارم، بس خلاص كان هيموت، وفي محاولته الاخيرة قبل موته بيغرس سيفه في فك جارم عشان يموتوا هما الاتنين. وتستمر بعدها المعركة بوجود جيوش الانهيرجر، البشر اللي كانوا موجودين في فالهالا اللي كانوا على وشك قتل العملاق الناري سورتر، اللي بيقرر انه يستخدم كل قوته في النهاية. كل قوته دي هتخلي النار تبلع العالم كله، العوالم ال9 كلها هتبقى عبارة عن لهب لا نهائي عشان تموت الكيانات كلها وكل جيوش الانهيرجر. الرجال والنساء والاطفال في ميدجارد هيموتوا، الجان والاقزام هيموتوا، اليوتنز الجليدي والناري هيموتوا برضه، ووحوش العوالم ال9 والطيور والحيوانات. النيران المشتعلة دي هتعمل إبادة كاملة لعالم الميثولوجيا النوردية كلها عشان في النهاية ما يتبقاش إلا الرماد، رماد بس. وبعدها هتغرق أرض ميدجارد أو الأرض بشكل عام في البحر. دي كانت النهاية، نهاية الميثولوجيا النوردية، نهاية مفيش بعدها حاجة تانية. بس خلينا اوقفك هنا واقول لك ان دي من نهاية الميثولوجيا النوردية القديمة، ولكن فيما بعد بيتم اضافة جزء جديد للقصة دي. كالعادة هتتوقع من اللي كتبه الكهنة المسيحيين اللي اعادوا كتابة الميثولوجيا النوردية. والقصة اللي اضافت بعد كده هي قصة البداية الجديدة، العالم الجديد اللي هيظهر بعد راجناروك. الارض بتظهر تاني من تحت المية وتبدأ ترجع خضرة ومليانة بالنباتات، وترجع تظهر تاني الطيور والاسماك والحيوانات. ومش دول بس اللي هيظهروا، لا خالص، بيظهر فيدال وفالي ولاد اودين اللي نجوا من معركة راجناروك، وبينضم ليهم مودي وماجني ولاد ثور واللي هيورثوا مطرقة ابوهم ميولنر من بعده. وبينضم ليهم من العالم السفلي بالدر وهودر او هود عشان يبقى بالدر هو الحاكم الجديد لعالم الميثولوجيا النوردية. وبيظهر ابناء فيلي وفي اخوات اودين اللي كانوا اختفوا تقريبا طول الميثولوجيا النوردية، اطفالهم او الورثة بتوعهم بيظهروا من اول وجديد في العالم الجديد بتاع الميثولوجيا النوردية عشان يبقوا دول الجيل الجديد من الكيانات في الميثولوجيا النوردية. والكيانات دي تقعد مع بعض وتسترجع ذكريات الماضي وقصصهم وحكاياتهم، يتكلموا عن لوكي واطفاله الاشرار وعن ابائهم اودين وثور، يحكوا عن راجناروك واخطاء اهلهم اللي بيتمنوا انهم ما يقعوش فيها في العالم الجديد. وعلى الناحية التانية بقى الاتنين البشر اللي كانوا حاولوا انهم يستخبوا في إجدراسيل بيقدروا انهم ينجوا
ديانجو واللي كان اسمهم ليف وليف تراسل، ودول هيبقوا الاب والام لكل اجناس البشر اللي هتيجي بعد كده. وبيفاجئوا كلهم بظهور الشمس مرة تانية، عشان نعرف وقتها ان قبل ما الذئب سكول يبلع الشمس كانت الشمس وقتها انجبت بنتها اللي ما كانتش تقل جمال عن جمال امها، وبتتبع نفس مسار امها اللي سبقتها عشان تبقى الضوء الجديد اللي هينور العالم. وعالم الميثولوجيا النوردية اللي اتدمر بالكامل بدأ من جديد، بداية يتمنوا انها تكون افضل من اللي سبقتها وما يقعوش في نفس اخطاء اهاليهم. بس في الحقيقة الكائنات دي بتلاقي كنوز كتير جدا كانت تابعة للأيسير، كنوز هتأدي في النهاية انهم يقعوا في نفس مصير واخطاء اللي سبقوهم. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لحد هنا فاتمنى منك انك على قد ما تقدر تكثف دعائك لأهالينا في سوريا والسودان وفلسطين، وخصوصا في الاحداث الاخيره اللي بتحصل في رفح. مفيش في ايدينا حاجه نقدر نعملها ان احنا ندعي ليهم، ولو تقدر تتبرع باي شيء اتمنى انك تعمل كده. وبس نشوفك في الفيديو الجاي، سلام.